يا هلا يا هلا يا هلا. يسعد لي هذا المساء الجميل والطيور المغرغرة مع حنة الشاحن اللي واقفة. كيف الحال حبايبي؟ كيف الصحة؟ طيبين؟ عسى الله يحفظكم ويسعدكم وين ما تكونون. الله يا اخوكم. بسم الله. جوش مسوي لي خلوة والله، اني مشتاق له والله، لكن الحمد لله تو راسلي مسج انه وصل امريكا بالسلامة. والناس اللي تسألني العريمي نبى سناب نبى حساب، يا جماعة ترى هالانسان ما له في السوشيال ميديا ابدا. ماشي انا بالزور مخلينا ننزل واتساب، ترى حتى في امريكا ما عندهم اغلبهم يعني واتساب، كله يتكلمون اتصال واي مسج. فما عندي يا جماعة حسابات، ترى ما يصور شيء. واحدكم شفته في صلالة زين بعد يمسك تليفونه، ريال بس كي عايش حياته واحسن لي بعد. فهذا هو. المهم ايش اخباركم؟ كيف الصحة؟ طيبين؟ عسى الله يحفظكم. وصح بعد امس انا وراجع من المطار كانت قدامي شاحنة، عسى الله يهديه ويصلحه، ما اعرف ايش شال، وانا اسوق طشت من الشاحنة حصاه ورنت الجامة مال السيارة. وعلى فكرة كانت بس هني قايم اليوم الصبح محصل انها نازلة لين تحت. فاي حد عنده مكان يعرف كيف يصلحون هالجامات اخاف تنزل لين تحت يخبرني. وإيش بعد؟ وصح حبايبي كان مفروض باكر مسافر العريمي، رايح لمكان فيه مفاجأة راح تستانسون عليه، بس والله اضطريت اني اجل السفرة كم يوم لان عندي وايد شغل مأجلنه. يعني يوم معي جوش انا اجلت كل الشغل عشان يعني نقابل الرجال ونهتم فيه ونمشيه ونطلعه، فما يستوي يعني علي حق. فهاي الفترة عاد بحاول اخلص اموري والتزاماتي واشغالي، ودعواتكم لنا بكل التوفيق. ومن بعدها ترقبوا سفرة فيها مفاجئة اقولكم راح تتونسون عليه وشابه. فدعواتكم يا غالين، حسبنا ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم لكل الخير يا شاباش. توكلنا على الله، ان الله يحب المتوكلين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صح يا اخي، ابى اشكركم، ابى افضفض شوية بس ما الحين، الحين عندي كي شغل بتأخر شوية، بس اليوم كي يباني جلسة ناخذ ونعطي فيه، لأنه والله يا جماعة رسائلكم وكلامكم وحتى الناس اللي تتصل شيء يسعد القلب ويفرحه. والله ما تعرف ايش تقول يا اخي، انا الشاعر عندي ما اعرف كيف اوصله، بس حب كبير والله، حب كبير لكم شخص. عسى الله يسعدكم ويحفظكم وييسر اموركم ويفتح لكم ابواب الخير كيها السماء، الدر عليكم بفضل الله ورحمته وخيره وكرمه وطيبه ولطفه. يا الله يا كريم. والله I love you.